السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا كلكم بخير وفي احسن حال. اهلا بيكم في فيديو جديد ووصفة جديدة. ان شاء الله هحضر معاكم النهاردة بانيه، بس بانيه بدون لحوم خالص. يعني الجمال اللي احنا شايفينه ده مفيش فيه اي نسبة لحوم. كل اللي هيشوفه هيصدق ان هو بانيه بجد وحقيقي، بس في الواقع هو مفيش فيه اي لحوم خالص. ومش معنى ان الاسعار غلت والدنيا بقت صعبة على الناس كلها يبقى نحرم الاولاد من اي حاجة هم عايزينها. ان شاء الله هنحاول ان احنا نقدم لهم ابسط الاشياء ونقدمها لهم بشكل جميل جدا وبالطريقه اللي هم عايزينها. تعالوا بينا نبدا بقى الفيديو ونشوف هنعمل البانيه الجميل ده ازاي. بس حابه اطلب منكم قبل ما نبدا الفيديو، لو اول مره بتشوفيني اتمنى طبعا تشتركي معايا في القناه، هكون سعيده جدا بوجودك معايا. واهم حاجه ما ننساش نحط لايك، ويلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، ونبدا في المكونات وطريقه التحضير. اول حاجه كده هنسمي الله، وهبدا الاول احضر الكفر الخارجي بتاع البانيه بتاعي. هحتاج لي كوبايه من الدقيق او كوبايه الا ربع، ونص معلقه من البهار من كل حاجه هقولها: بابريكا، كمون، فلفل اسود، كركم وكاري وتوم باودر وبصل باودر وكزبره جافه. وهظبط الملح طبعا على حسب مقدار التتبيله اللي انت هتستخدميها. وهبتدي اخلط المكونات الجافه مع بعضها كده، الاول هقلبها وبعد كده هيكون معايا كوبايه من اللبن. هبتدي ازود طبعا الدقيق ده لحد ما اوصل لقوام عجينه يكون شبه عجينه الكيكه، ممكن يكون اتقل سنه بسيطه او زي عجينه الكريب بالظبط. هنبتدي طبعا نضيف اللبن بالتدريج لحد ما توصلي للقوام اللي انت عايزاه. ممكن نستغنى عن اللبن ونضيف ميه بدل اللبن، وممكن كمان تضيفي بيضه لو انت حابه تعززي القيمه الغذائيه بتاعه البانيه. ولكن طبعا احنا عشان عايزينها اقتصاديه جدا فهنحاول طبعا نعملها بابسط الاشياء. ممكن نستغنى عن اللبن وممكن نزود بداله ميه. انا هنا احتجت شويه كمان من السائل فضفت شويه من الميه. وزي ما احنا شايفين ببتدي اخلط الخليط بتاعي كويس جدا لحد ما هوصل للقوام اللي احنا هنشوفه دلوقتي. هو ده القوام اللي انا عايزاه، يعني خليط كده شبيه خليط الكيكه، او مثلا ممكن يكون اخف شويه. بس كده هو ده الكفر الخارجي اللي انا هحتاجه للبانيه بتاعي. هسيبه بقى على جنب وهنشوف تاني المكون اللي معانا. هحتاج طبعا للكورن فليكس ده طبعا بيكون موجود عند العطار، ده بتاع الكفر الخارجي بتاع البانيه اللي احنا بنستخدمه. فهجيبه كده وهبتدي ان انا اطحنه وانعمه شويه، لان طبعا هو بيكون جاي خشن جدا فبنبدا ان احنا ننعمه شويه. تعالوا بقى نشوف البانيه الاساسي او المكون الرئيسي بتاع البانيه بتاعنا. هو البطاطس. طبعا موجوده البطاطس في كل بيت دلوقتي، وطبعا البطاطس الصغيره او الحجم الصغير هتنفع جدا في الوصفه دي. هنقشر البطاطس ونغسلها كويس، واهم حاجه نقطعها شرايح طوليه بالشكل اللي احنا شايفينه ده. يكون سمك الشريحه بتاعه البطاطس مش اكتر من كده، يعني ممكن يكون 1 سنتي بس. وهنبتدي ان احنا نقطعها بشكل طولي علشان تاخد شكل البانيه، او الشكل اللي هو المعتاد بتاع البانيه. تمام كده. هبدأ زي ما احنا شايفين كده هقطعها كلها بالشكل ده. وزي ما قلت لكم البطاطسية اللي حجمها يكون متوسط هتنفع جدا برضو في الوصفة دي، يعني كل حاجة ان شاء الله هنستغلها ومفيش حاجة هنقف عليها. بعد ما هقطعها بالشكل ده هديها صدفة تانية كده علشان طبعا النشويات اللي فيها. وهبدأ طبعا احطها كده في حلة وهضيف عليها مية، وهنضيف مع المية كده معلقة صغيرة من الملح. وبعد كده هنرفعها على النار. بس نخلي بالنا احنا مش هنسلق البطاطس دي، انا هخلي البطاطس بتاعتي تكون مستوية بنسبة 60% بس. نحاول ان احنا ما نهريهاش، يا دوبك بس 3 دقايق او 4 دقايق على النار، وبس كده على طول هنبدأ نرفعها. وكل شويه ابدأ اختبريها علشان برضو ما تستواش منك قوي. انا زي ما قلت لكم عايزه كده تكون حبايه البطاطس متماسكه الى حد ما، وتكون برضو مستويه نص سوا. يعني ممكن تكون كمان اقل من نص تسويه بنسبه 60% بس. بعد ما البطاطس بتاعتي بتستوي على طول باخدها تحت ميه جاريه من الحنفيه، علشان طبعا اوقف عمليه التسويه بتاعتها. لان لو فضلت في الميه السخنه بتاعتها او فضلت زي ما هي كده بالحراره بتاعتها هتستوي اكتر ما انا عايزاها، وطبعا احنا مش عايزينها مستويه قوي. بعد ما هسيبها بقى كده تحت الميه شويه هبتدي اصفيها من الميه، واخدها بقى على طول علشان ابدا اجهزها. اول حاجه هحطها في التتبيله اللي هي الخليط السائل اللي انا جهزته، وبعد كده هحطها في الخليط اللي هو بتاع الكورن فليكس. زي ما احنا شايفين كده اول ما بحطها في الخليط السائل ببتدي ان انا اشيلها كده، وبيكون طبعا يعني تماسك عليها جزء من الخليط السائل. بصفي الكميه الزايده وبعد كده بنحطها في الكورن فليكس وبنحاول ان احنا نغلفها كويس جدا. وانتي بتغلفيها ابداي اضغطيها كده علشان طبعا الكورن فليكس يلزق عليها كويس، وتكون كده اخده قدر كويس من الكورن فليكس ده. هنحطها كده في طبق خارجي وبنبدا طبعا نخلص باقي الكميه بنفس الطريقه. هحطها الاول في الخليط السائل وبعد كده نخرجها في الكورن فليكس ونبدا نضغطها كويس. اهم حاجه حاولي تصفيها كويس وانتي بتحطيها في الخليط السائل، علشان طبعا الكورن فليكس بتاعنا ما يتخدرش مننا او يبوظ. وزي ما احنا شايفين هبتدي اخلص كل الكميه بنفس الطريقه. عايزه اقول لكم كمان ممكن تعملوا كميه كبيره وتجهزوها بنفس الطريقه دي،
وبتحتفظوا بيها طبعا في اطباق وبتعينوها في الفريزر، وبتبقى جاهزه طبعا على القليه على طول او على الطبيخ. ممكن كمان نستخدمها كتفريزات لرمضان، هتكون برضو جميله جدا جنب اي طبق رئيسي. هتكون طبعا في طبق جانبي جنب اي وجبه هتعمليها. وطبعا هتكون برضو سريعه ومنقذه. وحتى اقول لك برضو لو انت برضو مستعجله على اي اكله وانت محتاجه وجبه سريعه، طلعيها برضو من الفريزر على طول، تبداي تقليها وهتكون برضو منقذه وسريعه في نفس الوقت. هنا بقى بعد ما خلصت جزء من البطاطس اللي انا محتاجاها، عملت الجزئيه اللي احنا شايفينها دي. ضروري طبعا نحطها في الفريزر لمده ربع ساعه كده، علشان طبعا الكفر الخارجي يتماسك شويه، ولما نيجي نقليها ما تنزلش مننا، او الكفر الخارجي الكورن فليكس ما ينزلش في الزيت. بس كده اول ما بتخرجيها من الفريزر بقى ابدأي اقليها على طول. وطبعا بيكون معايا زيت غزير وبيكون الزيت سخن معانا. اول ما بيسخن بنبدأ نهدي النار لنار متوسطة، وبعد كده ابدأي اقليه بقى زي ما احنا شايفين كده. بتقليه خالص عادي، بتعمليه معاملة البانيه عادي، وبتبدأي تقلبيه مرة واثنين وثلاثة كده لحد ما ياخد اللون اللي احنا عايزينه. خلي بالنا طبعا ان النار ما تكونش عالية قوي علشان طبعا ما ياخدش لون بسرعة معانا، ويكون كده البطاطس من جوه ما كملتش التسوية بتاعتها، لان احنا مسوينها نص تسوية. فعايزين بقية التسوية بتاعتها ال40% الباقيين يستووا معانا وهي بتقلي. ومجرد بقى ما بتاخد اللون اللي احنا عايزينه على طول بنبدأ نخرجها بقى، نحطها على مناديل مطبخ علشان تشرب اي بواقي زيت، او بنحطها في مصفى طبعا لحد ما تصفي الزيوت اللي فيها. وتبدأي طبعا تخلصي كل الكمية اللي معاكي بنفس الطريقة. عايزه اقول لكم بجد يعني كل اللي يشوفها يقول ده بانيه حقيقي، محدش هيتوقع خالص ان هو مش بانيه. عايزه اقول لكم انها عجبت الاولاد جدا بجد، حبوها قوي، وما كانوش متوقعين ان هي بانيه بالبطاطس مش بانيه حقيقي، يعني كانوا متخيلين ان هو بانيه بالفراخ. بس في الحقيقه النتيجه كانت جميله جدا، فجربوها وهي تعجبكم قوي. ومش شرط كمان لو انتوا حابين حتى تقدموها كنوع من تغيير لوصفات البطاطس، يعني حتى لو انتوا مش عايزين تتعاملوا معاها كانها بانيه، اتعاملوا معاها كانها بطاطس وانتوا بتغيروا من شكلها شويه. وبس كده. طبعا اي حاجه هتسعد الاولاد، واي حاجه طبعا التغيير طبعا مطلوب. فانتوا طبعا تقدروا تساعدوا نفسكم وتساعدوا اولادكم كمان بابسط الاشياء الموجوده في البيت. فحاولوا كده تستغلوا كل حاجه، والاشياء البسيطه اللي موجوده عندكم حولوها كده لطبق جميل جدا واكلات حلوه تفتح النفس. طبعا وفي ظل الظروف طبعا اللي الناس كلها بتمر فيها، اكيد طبعا بنكون عندنا حاجات بسيطه ومحتارين ازاي نخليها حاجه قيمه كده. فاستعينوا بالله وان شاء الله كده ربنا ييسر الخير للجميع يا رب، ويصرف عنا البلاء والوباء والغلاء. سامعين بقى قرمشه البانيه جميله جدا جدا، بجد جميل قوي. جربوه يا بنات وربنا يحسن ما بين ايديكم ان شاء الله، الوصفه هتعجبكم جدا. زي ما قلت لكم ممكن كمان تعملوا كميات كبيره وتعينوها في الفريزر لرمضان او اي وقت تكونوا محتاجين فيه اي اكله سريعه. دي اكله سهله وجميله جدا، يعني عايزه اقول لكم ما اخدتش وقت معانا خالص. سهله وسريعه، تقدروا تسموها بقى وجبه المستعجلين او غدا المستعجلين. وبس كده يا بنات، قدموها وربنا يحسن ما بين ايديكم. وبس كده الفيديو بتاعي بيكون خلص، اتمنى يكون عجبكم واستفدتم منه. لو وصلتي بقى معايا لحد هنا في الفيديو واول مره بتشوفيني، اتمنى طبعا تكوني مشتركه معايا في القناه، هكون سعيده جدا بوجودك معايا. وما ننساش نحط لايك علشان طبعا الفيديو يكبر بيكم. وطبعا بشكر الجميله اللي كملت معايا الفيديو للنهايه. ان شاء الله اشوفكم على خير في فيديوهات تانية كتير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.